خلصت منهج العربي كله في شهر. السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه يا جماعة؟ ايه الأخبار؟ أنا جاية النهاردة أتكلم في ثانوية عامة. يا جماعة عايزة أقول لكم إن انتوا لو لسه ما بدأتوش، انتوا لسه معاكم فرصة كبيرة قوي بجد إن انتوا تبدأوا. بصوا يا جماعة، أنا جاية أحكي لكم قصتي وتجربتي من ثانوية عامة. والله العظيم أنا مش بقول لكم الكلام ده خلاص إن أنا أقول لكم إن انتوا لسه معاكم وقت وبقول لكم أي كلام. أنا لما كنت ثانوية عامة، أنا دلوقتي يعني في سنة تانية جامعة، بقالي سنتين كنت في ثانوية عامة. لما كنت في ثانوية عامة، والله يا جماعة والله العظيم أنا خلصت منهج العربي ده. أنا كنت مركبة العربي بغباء. كنت مثلا مخلصة 7 محاضرات من أول السنة، وبعد كده كل ده مفيش، لقيت نفسي المحاضرة حاجة و30 ولا حاجة كده. والله العظيم، وطبعا كل اللي فات ده أنا نسيت. والله يا جماعة وحلفين أنا اتحاسب عليه قدام ربنا، أنا خلصت منهج العربي كله في شهر. جيت فيه 71 ونص من 80 يا جماعة. العربي اللي كله بيقولك استحالة ودرجاته مش عارفة، طبعا ده بكرم ربنا، طبعا ده بفضل وكرم من ربنا قبل أي حاجة. والله العظيم. بس اقصد ان عادي، في وقت لو انت قمت وبدأت فعلا، في وقت ربنا يجازيك عشان ويجازيك بسبب ويخليك تجيب درجة بسبب بس الكام اسبوع اللي انت ذاكرت فيهم دول. اقول لكم على شويه تيبس اند تريكس كده بجد، لو عملتوها ان شاء الله ان شاء الله تلحقوا تعملوا كل اللي انتوا عايزينه عادي. يعني عندنا اول حاجه يا جماعه ان انتوا المفروض تبداوا تحلوا. طبعا في ناس كتير بتحل، انا فاهمه، بس قصدي ان دلوقتي اهم حاجه تقدروا تعملوها ان انتوا تحلوا. حلوا كتير، حلوا على قد ما تقدروا. امتحانات السنين اللي فاتت يا جماعه، ليه؟ لان الامتحانات بتاعت السنه دي بتيجي زي امتحانات السنين اللي فاتت، فاهميني؟ فحلوا كتير جدا 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 من امتحانات السنين اللي فاتت. حلوا عامه بس. وادعوا يا جماعه، ادعوا واذكروا الله. اذكروا الله بجد. الدعاء بيغير الأقدار، بجد يا جماعة بيغير الأقدار. هتقولوا مثلا يعني ربنا هيساوي واحد بيشتغل طول السنة وبيذاكر طول السنة وبيبذل مجهود طول السنة بان انا لسه ممكن ابدأ بس قبلها ب3 اسابيع. هقول لكم عادي. عادي يا جماعة. يعني مثلا الراجل اللي قتل 100 نفس وتاب بس فربنا غفر له. يعني ده ربنا بقى بيساويه بالناس اللي كانت عايشة طول عمرها بتعبد والحاجات دي كلها. يعني ده بيغير الأقدار يا جماعة والله. ادعوا عادي، ادعوا، ما تتكسفوش من ربنا، ما تتكسفوش ان انتوا مش لسه ما بدأتوش فبتدعوا منتظرين. ادعوا وتبشروا خير، تبشروا خير وثقوا بالله. حلوا حلوا الاسئله يا جماعه، هم مش هيختاروا اسئله. الاسئله بتيجي مشابهه للي انتوا بتحلوه. حلوا عشان تغلطوا دلوقتي تتعلموا، ما تغلطوش تاني وقت الامتحان. فاهميني؟ الفيزياء برضو كنت مراكمه يا جماعه، اصلا محدش يرقم. مفيش وقت اقول كان رقم خلاص. الفيزياء برضو، هو انا الفيزياء برضه يا جماعة كل ما كنت مراكمة فيها كتير جدا جدا جدا، وبس ذاكرتها قبل الامتحان برضه بحاجة بسيطة، جبت فيها 46 أو 48. أنا راضية جدا. أنا بجد الفيزياء كنت منيح فيها. فيا جماعة والله العظيم عادي بجد. ادعوا وصلوا وحلوا. أنا مش هصور عليكم الفيديو بجد، عايزة حاجة كده تكون صغيرة بس تديكوا أمل. أنا بجد نفسي إن في حاجة تديكوا أمل. ما تيأسوش يا جماعة والله العظيم، ما تقنطوش من رحمة ربنا بجد. والله ربنا هيكرمكم. ادعوا كتير واجتهدوا واعملوا اللي عليكم، هاتوا اخركم بجد في ال3 اسابيع دول. حلوا بس ما تتوتروش يا جماعه، ما تتوتروش. انتوا بس تعرفوا تنظموا وقتكم. اكتبوا يا جماعه في ورقه وقلم، اكتبوا اللي انتوا عايزين تعملوه في ورقه وقلم. الناس بجد، انا كل فترات حياتي مش بس في ثانويه عامه، كل فترات حياتي مش بقى عامله فيها جدوله لنفسي بالورقه والقلم. هعمل ايه في يومي، هعمل ايه كذا كذا كذا، ايه إيه المهم اللي مطلوبه مني. اي حاجه ما كنتش بكون كاتباها في الورقه والقلم صدقوني كنت بفشل فيها. كل ما بكون متخصصة بالورقة والقلم لا الدنيا بتظبط معايا فعلا. عايزة اقولكوا حاجة كمان. البنات والولاد اللي اكيد في ريليشنز او حاجات كده، سيبوا بعض الفترة دي، سيبوا بعض لله. بجد سيبوا بعض لله اول حاجة. عشان الله اعلم ممكن ده يكون سبب فعلا ربنا يكافئكوا عشان ويكافئكوا بسببه. حتى لو انتوا بتهبدوا الاسئلة كده يخلي ايديكوا تيجي على الاسئلة الاجابة الصح. والله العظيم يا جماعة، عشان وقتكم. حتى كمان الوقت اللي بيضيع ده يا جماعة، أنا بكلم أي حد بجد حتى لو حد ما بدأش، ابدأ بس تحل. حتى لو انت مش فاهم مثلا وحاسس ان انت مش قادر تفهم الشرح، اتفرج على الحل، اتفرج وطبق اللي انت تلاقيه مش اكتبه عشان تفهمه بعد كده تعرف ان انت تطبق عليه، يعني فاهميني؟ فيا جماعة والله العظيم ان انتوا تقدروا تعملوا تستغنوا عنه عشان ربنا، اعملوا كده لعل ده يكون السبب في ان انتوا تجيبوا درجات حلوة تخشوا من الكلية اللي انتوا عايزينها. فاهمين؟ وقفوا السوشيال ميديا يا جماعة، السوشيال ميديا بتضيع وقت مش طبيعي. انا عارفه ان انتم متشتتين ومتوترين، بس يا جماعه والله العظيم الحاجات دي كلها انا مش بقولها لكم كلام بيتقال وخلاص. الكلام ده انتوا بجد لو طبقتوه مع نفسكم والله هتلاقوا الفرق، هتلاقوا نفسك حتى في بركه وقتكم والمذاكره في الحاجات دي كلها. ادعوا كتير جدا ربنا يبارك في مذاكرتكم.
الوقت مثلًا اللي بتستريحوا فيه بين حبّة والتانية اقرأوا من سورة البقرة، رزق وبركة مش طبيعية، قرّبوا من ربنا الفترة دي وحلّوا واجتهدوا. يعني بُصّوا، أول حاجة تقرّبوا من ربنا، تاني حاجة تكتبوا وتنظّموا حياتكم وتكتبوا وتنظّموا وقتكم في الورقة والقلم، تالت حاجة تحلّوا، بجد 3 نصايح ذهبية، ذهبية بجد، اللي هيعمل بيهم صدقوني والله يا جماعة مش هيندم. أنا بس عايزاكم تفصلوا، ما تبقوش شايفين دلوقتي غير الورقة والقلم وربنا، ربنا الأول بعد كده الورقة والقلم، هييسّر لكم كل حاجة يا جماعة. يعني مش هيطوّل عليكم الفيديو بجد أكتر من كده. إن شاء الله كلّكم تجيبوا درجات كويسة، وإن شاء الله كلّكم يا رب يرزقكم سرعة الفهم وسرعة الحفظ، وييسّر لكم ويثبّت لكم المعلومات في دماغكم يا رب، ويوفقكم كلّكم في الامتحانات. إن شاء الله ربنا يكرمكم ويجازيكم كل خير يا رب العالمين، ربنا يوفقكم يا رب. لو عجبكم الفيديو بس مش دلوقتي لمّا تخلّصوا ثانوية عامة. شكرًا، باي باي.